السلام عليكم ورحمة الله. خير للجميع، مساء الخير أحبتي في الله، مساء الخير لكل مناصري ومتابعي المنتخب الوطني. إذا اليوم سوف نتكلم على الفوز الذي حققه المنتخب الوطني اليوم أمام المنتخب الطقولي المحلي في انتظار التحاق الأحباء. ما على باليش ولا لحق لهم اللايف ولا مازال خوتنا، والله ما على بالي، راني نستنى ونشوف. دونك قلنا خوي الماتش هذا تاع اليوم. وعليكم السلام، صح اخويا، مساء النور للجميع. برك قولوا لي خوتي ولا الصوت راه مليح من فضلكم اللي راهم يتبعوا فيا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء النور. إذا قلنا لايف لي الحديث قليلا على فوز المنتخب الوطني في المباريات الودية الأولى والاختبار الأول قبل الكان، قبل الذهاب إلى بوكي وبداية كان 2023 أمام أنغولا يوم 15 جوان. نظن أن اليوم كما استطعنا أن نتابع عبر اللايف الذي شاهده الآلاف من الجزائريين، والأخ الطنغولي مشكور على ذلك، يعني حاولنا أن نعرف على الأقل الأهداف كيف سجلت، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا وبالنسبة للمتابعين الأوفياء للمنتخب الوطني. نظن أن اليوم الحاجة الأولى اللي نقدروا يعني نتوقفوا عندها هي أننا اليوم لعبنا تقريبا بحوالي 90% من التشكيلة الأساسية اللي راح تبدأ نظن كأس إفريقيا، وهذا عمل يقوم به جمال بلماضي منذ مدة هو وكتيبته للاستقرار على يعني منتخب يضم يعني فريق أو منتخب يضم 14 إلى 15 لاعب قادر أي واحد ياخذ يعني مكانته في أي وقت. اليوم شفنا أننا لعبنا أمام منتخب طقولي محلي، يجب أن ننوه لهذا، ولكن يبقى هو اختبار جيد بالنسبة لنا. تمكنا فيه أن نفوز وندعم الثقة التي كان يريدها اللاعبين قبل بداية الكان، ولكن الشيء الأهم هو الظروف التي لعبت فيها هذه المباراة. شفنا حرارة كبيرة، اللاعبين في نهاية المباراة بعد ما خلصت المباراة شفنا مع بعض الزملاء يعني شفناهم يصوروا في اللاعبين تعبانين كثير، ولم يستطيعوا حتى يعني بصعوبة كبيرة استطاعوا أن يردوا على أسئلة الصحفيين، وهذا يعني أن الحرارة كانت كبيرة والتأقلم سوف يتم بطريقة سليمة إن شاء الله. فيما يخص اليوم الشيء الإيجابي الكبير هو التفاهم بين الخطوط التي رأيناها نوعا ما في اللايف هذاك، يعني تقريبا نقدر نقولوا شفنا 60 إلى 70 دقيقة وين الكرة تخرج بطريقة سليمة. يعني حتى بن طال في وسط الميدان شفنا بن ناصر بسم الله ما شاء الله يسترجع في فورمة جيدة رغم الحرارة والرطوبة، شفناه يلعب باندفاع عادي وجد يعني حضور قوي وكبير جدا. شفنا عدم الناس كذلك ما شاء الله على الجهة اليسرى أصبح حل حقيقي بالنسبة لي بالماضي على الجهة اليسرى، وهذا ما كنا يعني دائما نطلب به، هو أن نرى الناس على الجهة اليسرى، نراه وراء المهاجم، نراه على الجهة اليمنى. هذا هو الأدم الناس الذي ربما إن شاء الله نتمنى أن يبقى في هذه الفورمة لخوض كأس إفريقيا إن شاء الله. قلنا اليوم الأهداف كانت أولا التأقلم في لأجواء الكان وأجواء الحرارة والرطوبة التي شفناها اليوم في ملعب لومي، وين كانت يعني حرارة كبيرة واللاعبين قدروا يعني يريبيتيو شوية لي فور بار انترميتونس، يعني بفترات كانوا يقدروا يضاعفوا المجهودات. ils pouvaient faire des répétitions d'efforts, c'est déjà pas mal pour لي جوار اللي دارهم اليوم جمال بالماضي، وهذا كان هدف من اهداف الناخب الوطني
وكذلك الوقوف عن فورمة بعض اللاعبين كسليماني، عطال، يتنوري، بن طالب، بن ناصر كيفاش تمشي ثنائية في الوسط، فغولي عودته في وسط الميدان، إسلام سليماني كيف راح تكون ردة فعله منذ 19 نوفمبر لم يلعب أي مباراة. يعني كانت عدة أهداف سطرها الناخب الوطني، واليوم شفنا أن الحمد لله الحمد لله يعني فيه بعض الأمور إيجابية، وفيه بعض الأمور سوف يعني يعمل عليها الناخب الوطني لبداية بقوة الكان المقبلة. نظن أن كذلك الشيء الذي يجب أن نتوقف عنده هو أننا أصبحنا نسجل من كرات ثابتة، يعني سواء بركنيات منفذة مباشرة أو بعمل جيد كما العمل الذي قام به أدم الناس وبن ناصر. تفاهم كبير بين أدم الناس بن ناصر وأيت نوري على الجهة اليسرى، بسم الله ما شاء الله، يعني يعني جهة يسرى إن شاء الله تكون قوية أكثر يعني بتوالي المباريات إن شاء الله. يعني نحن هنا نستطيع أن نقف عند بعض الإيجابيات. أما بالنسبة للدفاع المنتخب الوطني أظن هذا هو الدفاع الذي سوف يعول عليه جمال بن ماضي بنسبة كبيرة كما تعلمون. فيه يعني نقص بدني من اللاعب يوسف عطال في بعض الأحيان، وهذا وارد جدا، إن شاء الله يزيد يتحسن بالعمل اللي راح يقوموا منا العشر أيام، يعني يبقوا لنا 10 أيام على المباراة الأولى، ما زال فيه العمل تكتيكي وتقني يجب أن نقوم به إن شاء الله قبل الدخول أمام أنغولا. لا يخفى لنا أن مباراة بولندي كذلك سوف تكون مباراة معيارية تحضيرية يعني وضع اللمسات الأخيرة عن التشكيلة الأساسية. أكيد أن الناخب الوطني اللي ما عندوش 10 أيام قبل ما تبدا الكان بالنسبة له، يعني كونتر لونغولا لو 15، وما عندوش التشكيلة الأساسية، مكانته ماهيش المنتخب الوطني. دونك اليوم على بالنا كاع باللي استقر على التشكيلة الأساسية ووضع بعض الرتوشات الأخيرة، وهو اليوم يستقر في بعض المناصب، وإن شفنا أن الاختيار سوف يكون يعني بديهي جدا، خاصة في الدفاع ووسط الميدان. النقطة كذلك الإيجابية قلت أدم الناس، ثنائية الدفاع ماندي بن سبعين، نتمنى إن شاء الله تزيد تتحسن أكثر وأكثر. هذا ما قدرنا نشوفه اليوم، يعني تقدرش تحل المباراة ما شفتهاش بطريقة جيدة، ولكن نقدروا نتوقفوا عند الإيجابيات اللي لاحظناها في ردة فعل اللاعبين في ظروف مناخية صعبة، تأقلمهم مع وضعية وقوة المنافس التي لم تكن بالقوة الكبيرة، يعني تفاعلوا مع المباراة، ما دخلوش في الفوريتم، يعني في ريتم ما نخفضوش كثير، يعني ما دخلوش في الفوريتم تاع الادفيرسير، وين قدروا يتحكموا في المباراة وسجلوا أهداف. وهذا ما يجب في إفريقيا، يجب أن نعرف كيف نستطيع الفوز لما ما نكونش في أحسن ظروفنا. إن شاء الله سوف تكون لنا وقفة أخرى في المباراة القادمة أو في الخرجات القادمة. حب غالب والله غير كنت تعبان كثير، وفي الفيسبوك على بالكم الحد راه داير حاله، والسين يا الله يهدي ما خلق. نولوا نتلاقاو هنا ان شاء الله خوتي، وبكل الدعم وبالتوفيق المنتخب الوطني الجزائري. كما تفضلت البارحه، اليوم قويري كذلك تدخل الناخب المدرب تعران وتحدث تقريبا كما تحدثت لكم البارحه. اللاعب مصاب، لا داعي للتهويل، يجب طي هذه الصفحه ويعني مساندة المنتخب الوطني والابتعاد عن التأويلات والإشاعات والتخيلات. اليوم قال لكم راهو أبسون الماتش هذا تاع لاكوب، وراهو أبسون مع نيس، وقدر يكون سمانات أسابيع أخرى، يبوت أبسون بور دي سيمان. حب يقول إصابة كاين منها، وأنا تحسرت كثير. علاش ما قلناش أران هما اللي يلعبوه مع كليرمون فوت ويلفالي با يلعبوه؟ تم رحنا بالماضي ما حبش يلعبوا تيتولار وزعف وكذا، علاه نفتعلوا هكذا مشاكل؟ خلاص عينا من هذه المشاكل، خليونا نخدموا ان شاء الله باذن الله. المنتخب الوطني يروح بعيد، وتحيا الجزائر وتحيا المنتخب الوطني، تحيه خاصه لكل شرفاء هذا البلد، شرفاء هذا الوطن الذين يدافعون عن حدودنا.
تحية لكم، تحية إجلال وتقدير كبيرة لكم أيها الشجعان، أيها الأشاوس. نحبكم في الله، واعلموا أنكم أنتم شرف الجزائر. أعلم جيدا أنكم وحدكم ربما في بعض الأحيان، ولكن قلوبنا معكم. السلام عليكم ورحمة الله. تحية قصيرة. أعود وأقول أنتم شرف هذا البلد وأنتم شرف هذه الأمة. رجاء واصلوا ولنبقى إن شاء الله للأمانة حافظين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.